مثل ما قالت فخامة رئيسة سلوفينيا، أنا شخصيا كذلك غير راضي على حجم تبادلات يساوي حوالي 96 مليون دولار بين دولتين قريبتين جدا، دولتين تناضل مع بعض في العالم لحرية الشعوب، ودولتين كذلك لهما رصيد ثقافي متجذر في التاريخ. سلوفينيا حتى أيام يوغوسلافيا كانت هي الدماغ، هي المخ الشغال نتاع يوغوسلافيا. سلوفينيا اليوم تمتاز بقوة في الإبداع، في الذكاء، من أقوى الدول في تصنيع الأدوية، في الذكاء الاصطناعي، في تحلية المياه ومراقبة المياه، كذلك في العلوم الفضائية، مهم حتى فيما يخص الدفاع الوطني. سلوفينيا مثل يقتدى به، وما دام علاقاتنا السياسية طيبة جدا، أنا التزمت مع فخامة رئيسة سلوفينيا أن الحجم هذا تاع التبادلات لم يبقى مثل ما هو، والارتكاز عليكم أنتم. إذن معا أنتم وإحنا لازم التبادلات تكون أقوى من هذا بكثير.